السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم واردات شركه الشحن. معانا حضراتكم لوحه تحكم راكب عليها ترموستات فوكس جوري 2001 اف لتشغيل 2 دفايه وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا تبريد وثلاثه تايمر. حضراتكم تايمر رقم واحد شغال على شفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه، والتايمر الثاني حضراتكم شغال على شفاط رقم 2 للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. يعني حضراتكم شفاط رقم واحد وشفاط رقم 2 بياخدوا امرين، الامر الاول من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني حضراتكم من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. يعني حضراتكم شفاط رقم واحد راكب عليه تايمر وشفاط رقم 2 راكب عليه تايمر. التايمر الثالث حضراتكم شغال على خلايا التبريد. دايما حضراتكم بننصح بتركيب تايمر على خلايا التبريد عشان توفر مع حضرتك من استهلاك الميه لخلايا التبريد، كمان تريح معاك الغطس. يعني حضراتكم التايمر بياخد الكهرباء من الترموستات، والتايمر بيوصل الكهرباء لخلايا التبريد زي ما احنا ظابطين الوقت. وافضل وقت حضرتك تظبط بيه تايمر خلايا التبريد بيكون دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. دقيقه تشغيل الورق بيتغرق فيها، 5 دقائق ايقاف الورق مش بيلحق يجف قبل 5 دقائق، فبالتالي كده حضرتك وفرت استهلاك الميه وكمان ريحت معاك الغاطس، كمان مش هترفع مع حضرتك الرطوبه. افضل وقت زي ما وضحت لحضراتكم لظبط تايمر خلايا التبريد بيكون دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. هنشوف اللوحه من الداخل. طبعا حضراتكم لوحات التحكم بتتصنع حسب رغبه العميل وحسب الاحمال اللي هتشتغل عليها اللوحه. يعني حضرتك بتسالني على اللوحه، ببدا اسال حضرتك هتشغل ايه على اللوحه. هنا العميل طالب يشغل 2 دفايه كهرباء وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا التبريد. بناء عليه بيتم احتساب القطعه اللي هي هتشيل الاحمال اللي العميل طالبها، وبناء عليه بيتم احتساب تكلفه اللوحه. يعني هنا العميل حضراتكم طالب ان الكوندكتور يكون يستحمل 2 دفايه، ركبنا كوندكتور 40 امبير، فبالتالي التكلفه بتزيد شويه. كمان زودنا سلك 6 مللي سويدي عشان يستحمل معانا الاثنين دفايه، برضو التكلفه بتزيد شويه. يعني حضراتكم كوندكتور الدفايه 40 امبير عشان يشغل معانا 2 دفايه كهرباء، وكوندكتور الثاني للشفاط رقم واحد، والكوندكتور الثالث شفاط رقم 2، والكوندكتور الرابع حضراتكم لخلايا التبريد. هنا طبعا مفتاح العموم مفتاح ثنائي، وطريقه التوصيل زي ما واضح امام حضراتكم من على اليمين: توصيل الدفايه، توصيل شفاط رقم واحد، وتوصيل شفاط رقم 2، وتوصيل خلايا التبريد، وهنا مدخل الكهرباء العمومي. وهنا حضراتكم حساس الحراره، الحساس الاستانلس، الحساس الكوري دقيق جدا في درجات الحراره اللي بننصح بيه دايما. يعني بتقدر حضرتك تعتمد عليه بشكل كبير في تظبيط درجات الحراره سواء صيف او شتاء. بننصح دايما بالحساس الكوري، بيكون دقيق في درجات الحراره. طبعا حضراتكم لوحات التحكم والدفايات الغاز الذاتي من تصنيع المؤسسه. اللوحات حضراتكم بيكون عليها ضمان مدى الحياه، وصيانه ومتابعه ما بعد البيع بتكون مجانا. يعني حضرتك بيتم تصنيع اللوحه حسب الاتفاق وحسب الاحمال. لو اللوحه طلع فيها عيب تصنيع بيتم حضرتك صيانه كامله للوحه، واللوحه بترجع جديده كما كانت، كل ده بيكون مجانا. لو حضرتك اللوحه بيكون سوء استخدام بيتم برضو صيانه كامله للوحه مجانا. ولو في قطعه تلفه او قطعه متضرره، هنا حضرتك بيتم استبدال القطعه بسعرها فقط، وبيكون بسعر الجمله. وبنراجع على اللوحه كلها مره ثانيه، يعني بنراجع على المفاتيح، بنراجع على اللمبات، بنراجع على الكوندكتورات، وبيكون كل ده بيكون مجانا. يعني اللوحه حضرتك حصل فيها سوء استخدام بيتم محاسبه القطعه التالفه فقط، مش بيكون في حساب صيانه تاني ولا متابعه. لوحات التحكم حضراتكم بيكون عليها ضمان مدى الحياه. خارج ان شاء الله حضراتكم مع اللوحه شفاط الماني 60 في 60 اي جي الماني اصلي. وضحت لحضراتكم فيديوهات كتير ازاي تعرف الشفاط الالماني الاصلي. ورده التاني حضراتكم خارج برضو شفاط 60 في 60 اتحاد اوروبي ومعاه خلايا تبريد، ده خارج الجيزه. وهنا حضراتكم فانات خارجه المحله ان شاء الله. وهنا حضراتكم مجموعه رطوبه خارجه لسوهاج ان شاء الله. يوجد شحن لجميع المحافظات، ويوجد بفضل الله جميع مستلزمات عنابر الدواجن: شفاطات، خلايا تبريد، الشبك، الارضيات، خطوط النبل الجاهزه، الفانات بمقاساتها، الغواطس، الشفاطات الاتحاد الاوروبي، الشفاطات الالماني، موجود بفضل الله جميع مستلزمات عنابر الدواجن. ويوجد شحن لجميع المحافظات. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن بتبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك بتظهر لحضرتك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.